السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل سمك موسى مع البطاطس المهروسه كده والخيار والفجل والبصل. ايه رايكم بقى في الاكله الجميله دي؟ نص كيلو سمك ونص كيلو بطاطس، عملت الاكله الجميله دي. يلا بقى بينا على الطريقه. انا جبت نص كيلو سمك موسى، وطبعا لازم تشيلي القشره السوداء دي، سهله جدا. بشيلها كده بالراحه عشان ما تاخديش اللحم معاها، بشيلها كده بالراحه خالص. وانضف برضو بطنه واشيل جوه اللي في البطن دي عشان السمكه تبقى نظيفه. اهي القشره اهي متشاله والبطن متشاله. اكرر واحده تاني، سهله جدا في تنظيفه، شايفين؟ وبشيل برضو البطن بتاعته، اطلع كده البطن منضفها بالطريقه دي. شايفين بقى كده السمكه اهي نضيفه اهي وبيضه. بشيل واحده تانية، بشيلها برضو بالراحه عشان اللحم ما يطلعش معايا بالطريقه دي كده حبايبي. وبرضو بشيل البطن بتاعته بنضفها. بعد كده ما انتهيت بقى من شيل القشره السوداء دي، بغسله كويس جدا وبصفيه كده. بقى معايا جاهز اهو. شايفين بقى سمك موسى جميل ازاي؟ كل ده بقى بنص كيلو. بجيب بقى البهارات، كمون وشطه وملح وبابريكا وفلفل اخضر وفلفل احمر وتوم. بحطهم بقى في الكبه، بحط البهارات دي كلها وبهارات سمك، وبضرب بقى بالكبه كده لحد ما نعمل الخليط ده كده. بقى الخليط ناعم، بجيب بقى التتبيله الجميله دي وادبل بيها بقى طبعا السمك، وبعصر عليها نص ليمونه وبقلبها كده. واجيب بقى السمكه بعد ما غسلتها وصفيته، بدبله بقى كده، بشربه بقى من التتبيله الجميله دي. ريحه جميله جدا طبعا، التتبيله بتاعت التوم دي بحبها جدا. وبدبل بقى السمك موسى كده، بدبله كويس جدا وبشربه من التتبيله دي كده. كده بقى حبايبي انتهيت من تتبيله السمك، وبسيبه بقى كده ساعه في التتبيله دي قبل ما اقليه. بجيب بقى الدقيق وبجيب معلقه نشا عشان يبقى مقرمش. جربوه بقى بالنشا جميل جدا. وربع معلقه صغيره كمون وشطه. الشطه دي اختياري براحتك. وبقلبهم كده. وبجيب بقى السمك، شايفين بقى التتبيله ماسكه فيه ازاي، وبحطه بقى في الدقيق كده وبقلبه يمين وشمال، وادبله برضو تاني في الدقيق. وانضف السمكه كده عشان انزل الدقيق الزايد من السمكه، وبدبله برضو تاني في الدقيق. اخلص بقى كميه تتبيله السمك في الدقيق كده شكله بعد ما عملته بالدقيق. اجيب الطاسه واحط فيها الزيت واسيبه بقى يقدح شويه الزيت. واول ما قدح بحط بقى السمكه، معلقه النشا اللي انا حطيتها في الدقيق دي بتدي قرمشه حلوه قوي للسمك. واسيبه كده لحد ما يستوي وياخد اللون ده ما بيقعدش كتير عن النار، لان طبعا سمك موسى معروف ان هو لحمه طري، بينشف على طول وبيتقلى على طول. وببتدي بقى حبايبي ان انا اقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل كده اهو، دخل كده في السوا، ما بيقعدش كتير. وبقلبه بقى من الجنب التاني واخد اللون الذهبي الجميل كده. ما تسيبوش كتير على النار، هو بيتقلى بيستوي على طول لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده عشان ما يتحرقش. كده بقى السمك استوى، هنطلعه. شايفين بقى الجمال، لون السمكة مستوية اهي ومقرمشة. هنطلع بقى باقي السمك ونرصصه كده في الطبق. شايفين بقى السمك لونه فاتح ازاي، مش محروق ومستوي ومقرمش. بعد ما طلعت السمك بقى كده بجيب كمون وشطة وملح، شي اختياري براحتك. وبرش عليه رشة بسيطة كده من التتبيلة الكمون والشطة والملح. وبكرر نفس عملية القلي. بقلي السمك بقى، شايفين السمك الزيت بتاعه فاتح لان انا حطيت معلقة النشا ما بتحرقش الزيت. وبقلبه من الجنبين لحد ما ياخد برضو اللون الذهبي الجميل. الاسماك البحرية دي من انضف الاسماك، طعمها جميل جدا.
كده بقى السمك استوى، هنطلعه برضو. شايفين بقى اخد اللون الذهبي ومستوي ومقرمش. كده بقى قليت النص كيلو سمك بكل سهولة ومقرمش اهو. وبجيب بقى طبعا كمون والشطة والملح وارش رشة خفيفة كده. كده بقى انتهيت من قلي السمك. شايفين السمك بعد ما اتقلى شكله جميل ازاي. بجيب نص كيلو بطاطس بقشرها وبغسلها وبحطها على النار. بحط نص معلقة صغيرة ملح في السلق لحد كده ما تستوي البطاطس وتاخد السوا المظبوط. البطاطس المهروسة مع السمك بيبقى طعمها جميل جدا. البطاطس مسلوقة ومهروسة والسمك مقلي بيبقى خفيف جدا على المعدة. ههرس بقى البطاطس وهي سخنة عشان تبقى ناعمة. لما تبرد بتبقى مجلدة، لازم تتهرس وهي سخنة. بجيب بقى معلقتين صغيرين شطة مهروسة، انا فرماها وحطها في الفريزر. بقلب الشطة مع البطاطس كده، بقلبها كويس جدا. بجيب 4 فصوص توم او 5 وبفرمه بالهراسة احطه على البطاطس كده. التوم ده بيدي طعم حلو قوي مع الفلفل مع البطاطس وطعمها جميل جدا. بحط بقى حبة زيت صغيرين كده على البطاطس وهي سخنة برضو وبقلبها. وده بقى الشكل النهائي للأكلة الجميلة دي. لو استفدتم من الفيديو ياريت لايك وشير للفيديو. ودي قناتي مطبخ سومة وأسهل الأكلات. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. أتمنى من حضراتكم تجربوه بنفس الطريقة ونفس التتبيلة وبألف هنا عليكم يا حبايبي.